السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الهمبرجر بطريقة سهلة وبسيطة زي بتاعة الجزارين بالظبط، زي ما بيعملوها محلات الجزارين. كل اللي معايا دلوقتي لحمة مفرومة، طبعا فيها نسبة دهن حوالي 25%، حتة دهن او حتة ليا، متبقاش كلها لحمة حمراء. المكونات بتاعتها عشان تطلع همبرجر مظبوطة، في رابط صغير هو اللي ما بيخليهاش تفك ويخليها زي بتاعة المحلات بالظبط. اول حاجة هنحطها معلقتين من البقسماط المطحون. طبعا هنحط التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسود، طبعا معايا ملح، معايا فلفل اسود، طبعا حاجة بسيطة مش كتير، معايا توم باودر ومعايا بصل باودر مش كتير برضو. طبعا خلطة البرجر، طبعا الكيلو عليه باكو، انما ده نص كيلو فانا هحط نص باكو. خلطة البرجر طبعا الكل عارفها، وكمان معايا ربع معلقة بيكنج باودر، حاجة بسيطة خالص. بيكنج باودر اللي مش عايز يحطها دي اختيارية مش أساسية في الخلطة. طبعا معايا كاتشب، حط حوالي معلقتين كاتشب اهو. استناني، الكاتشب مش عايز تنزل ليه؟ حوالي معلقتين كاتشب، ومعايا صوص الباربيكيو حوالي برضو معلقتين مش كتير، ده صوص الباربيكيو، ومستردة، ومعايا بردك مستردة، طبعا برضو حوالي معلقة مستردة. اللي مش حابب يحط مستردة ما يحطش. حوالي معلقة كبيرة او معلقة ونص، اللي بتنزل بصعوبة اهو. انزلي ايتها المستردة، بس انا مش عايزة اكتر من كده. واللي هتربط كل الخلطة دي مع بعض بياض البيضة بس. ممكن نعمل مع بياض البيضة دي معلقة طحينة، هوريكم هنعملها ازاي. طبعا انا جبت معلقة طحينة، دي بقى السر اللي بيخلي البرجر زي بتاع المحلات بالظبط، ومش اي حد بيحط المكونات اللي انا حطاها دي. طبعا هجيب بياض البيضة، بياض البيضة بس، هفصل الصفارة عن البياض بس ننزل ببياض البيضة بس، بفصل الصفارة عن البياض. بصوا بقى، لازم اضربهم الاول مع بعض. بضرب بياض البيضة مع معلقة الطحينة، بياض بيضة واحدة بتفرق في الطعم جدا، وبتخلي البرجر طعمها كده جميل. طبعا هضربها كويس جدا، وبعدين هعجن كل الخليط ده في بعضه. افضل اضرب فيها كده لحد ما ادوب الطحينه مع بياض البيضه، واحطش اي مكونات عليها، لان انا حاطه البهارات كلها، صوص الباربيكيو والكاتشب والمستردة مع بعض. شايفين انت عامله ازاي اهي، المنظر ده اهي. وهنزل بالمكونات دي كلها على الهمبرجر، وهبتدي بقى اعجن الهمبرجر. طبعا مش هسيبها اخدها. شايفين المكونات دي كلها كده، اللحمه المفرومه مع البقسماط، هعجنها كويس جدا مع بعض. ونقول المكونات تاني وانا شغاله. لو حطينا كيلو لحمه مفرومه عليه نسبه دهن حوالي 25%،
كاتشب ومايونيز ومستردة، توم باودر وبصل باودر، ملح وفلفل اسود، بهارات البرجر، معاهم بيضايه ومعلقتين طحينه مع البقسماط طبعا، واختياري معاكم البيكنج باودر ربع معلقه. عايزه تحطي بيكنج باودر حطي، مش عايزه براحتك. شايفين شكل البرجر اختلف خالص. خلطتها بالمنظر ده. عايزه اقول لكم الريحه صوص الباربيكيو مخليها في دنيا تانية. شايفين العسل؟ مكونات بسيطه وحاجه نظيفه ومعموله في البيت بالمنظر ده اهي. وهنبتدي نشكلها. طبعا ممكن احطها ترتاح شويه في التلاجة، وممكن اشكلها على طول زي ما انا عايزه. ممكن تحطيها بالمنظر ده في التلاجة وتغطيها بستريتش لو انت مش محتاجاها النهارده، وتشكلها تاني يوم، وممكن تتشكل على طول. التشكيل هو يبقى عباره عن ايه؟ معايا غطا برطمان، انا ما عنديش المكبس بتاعها، فهعمل ايه؟ هجيب كيس سندوتشات، طبق فيلي بالمنظر ده، ومعايا اهو كيس سندوتشات تاني. طبعا بفتحه بالسكينه بالمنظر ده، وبحطه اهو، وبنزل بقطعه من اللحمه اهي، وببتدي اضغط عليها اهو بالمنظر ده. بس ادي اول قطعه بالمنظر ده اهي. طبعا هبتدي اعمل حته كمان. هجيب المقص واقص اول اهو، اول واحده، وهبتدي ارصها. شايفين اهي؟ ادي البرجرايه بالمنظر ده. هعمل واحده كمان قدامكم اهو. طبعا الكيس بياخد كذا واحده اهو، استنى عشان ياخد معايا ايه كذا واحده اهو. خدها بالمنظر ده اهي. تعالي رايحه فين اهي؟ انا شايفاكي اهي بالمنظر ده اهي. طبعا لو انا عاوزاها فيها الشكل اعملها كده وهي طريه كده واشيلها. ادي الثانيه، اعمل كمان واحده بالمنظر ده اهي. بالمنظر ده. عايزه اشكلها كده على طول، هشكلها بظهر السكينه. شايفين اهي اهي؟ شايفين وش سكينه هتبقى بالمنظر ده. لو انا حبيت اشكلها، ما حبيتش خلاص اهيت، واحطها في التلاجة ونقليها مع بعض بعد لما تجمد.
احلى همبرجر معموله في البيت وبطريقه سهله وبسيطه. اخلص الكميه وارجع لكم تاني. طبعا قلت اصور معاكم اخر قطعه اهي المنظر ده اهو. بضغط عليها بكلوة ايديا اهو المنظر ده. بس خلاص اهي بقت بالشكل ده. اشيلها بقى في الفريزر وفي اي وقت عاوزها اطلعها واقليها. طبعا لو عايزه تعملي شكل انا هوريكي شكل تاني. هي معايا البرجر بالمنظر ده. اجيب سكينه وبعمل كده اهو اهو زي ما انت عايزه. طبعا لو عايزه كمان اعمل العكس بعمل كده بالشكل ده. بشيلها. مش عايزه تشكليها وتخليها بالمنظر ده، كل واحد يعني بالحاجه اللي تريحه بالمنظر ده. اديني خلصت البرجر اهو بالشكل ده. احطه في الفريزر ولما عاوز استعمله اطلعه. لازم يجمد في الفريزر. جربوا الطريقه ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب.